النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل اكواب موس الاوريو من ألذ واجمل الحلويات اللي ممكن تاكليها في حياتك. بصراحة سهلة جدا وسريعة وكمان اقتصادية، يعني مخدتش مني وقت اكتر من 10 دقايق بمكونات بسيطة جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم معايا كل جديد. يلا بينا نبدأ. اول حاجه هنا معايا الاوريو 30 اوريايه، 30 وحده اوريايه، دول هيعملوا معايا حوالي 10 كوبايات. الاوريو العادي ده بتاعنا ده معايا الحجم الصغير، ممكن تجيبوا بقى انتوا الحجم الكبير يعني اوفر لكم. هنزل بالاوريو هنا كده في الكبه بتاعتي وهطحنه طحنه حلوه، يعني طحنه حلوه قوي. يعني معايا هنا الاوريو في الكبه بالشكل ده، وهنا ده معايا الاوريو بعد ما طحنته في الكبه بالشكل ده. ومعايا هنا النص التاني، يعني قسمته لنصين، اول نص ده هضيفه في الكوبايات، تاني نص هحتاجه في موس الاوريو. وهنزل كده على النص الاولاني بمعلقتين من الزبده بالشكل ده، تاني معلقه، وهقلب. هحاول ادمج الزبده مع الاوريو. دمجت هنا كده الزبده مع الاوريو بالشكل ده. طبعا الاوريو ده من اكتر البسكوتات اللي انا بحبها، يعني مين فينا ما بيحبش الاوريو؟ حاجه كده لذيذه ومتعه، بتحسي بمتعه جامده قوي انت بتاكليه. ومعايا هنا بقى الكوبايات البلاستيك الشفاف اللي انتوا شايفينها دي بالحجم ده، او اي كوبايات عندك، اي مج، اي حاجه تحبي تحطي فيها حطي فيها. معايا كميه طحين الاوريو هنا هتكفي معايا 10 كوبايات. وهبدأ هنا انزل في كل كوباية بمعلقة من الاوريو بالشكل ده. هوزع الكمية بتاعتي على كل الكوبايات، في كل كوباية معلقة بالشكل ده. وهنا الكمية كفت معايا في كل كوباية حوالي معلقة ونص. هبدأ بقى معايا كوباية تانية هنا اهي، هضغط هنا كده ضغطة بسيطة، هساوي بس كده الاوريو معانا هنا وفي كل الكوبايات بنفس الشكل كده بالشكل ده، ضغطة بسيطة بس هنساوي الاوريو. وهنا بقى سويت كل الكوبايات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنبدأ بقى في تحضير موس الاوريو. ومعايا هنا بقى اول حاجة في تحضير موس الاوريو، اول حاجة هنا كوبايتين من الكريم الشانتيه. المفروض من الكريم الشانتيه الخام بقى، بس انا طبعا ما لقيتش الخام، فمعايا كوبايتين من الكريم الشانتيه المحلى اللي هو ما بيحتاجش سكر، هو فيه سكره زيادة شوية. انما لو معاكي الخام يعني تحتاجي له حوالي معلقتين سكر بودر، سكر مطحون، لانه ما بيبقاش فيه سكر، هتحطي السكر حسب رغبتك. وهنا بقى معايا الكريم الشانتيه، هنزل عليه بكوبايه الى كوبايه ونص من الميه الساقعه، وممكن تبدليه بالحليب الساقع. نزلت هنا بكميه الميه الساقعه بالشكل ده، وهنزل فيه بقى بالمضرب الكهرباء. وبدأت هنا بقى اخفق فيه بالمضرب الكهرباء بالشكل ده لحد ما يبقى قوامه معايا كريمي بالشكل ده. شايفين هنا القوام ابتدى يتقل معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهستمر في ضربه بالمضرب الكهرباء لحد ما بقى بالقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل عليه دلوقتي بباقي كمية الاوريو اللي انا شلتها معايا هنا، هنزل بالشكل ده وهبتدي هقلب بقى القوام كله في قلب بعضه بقى لحد ما الكريم شانتيه يندمج مع الاوريو. قلبته كله مع بعضه لحد ما بقى بالشكل ده، وهنزل فيه بقى بكيس حلواني يعني او اي كيس موجود عندك. ونزلت هنا فيه كيس الحلواني بالشكل ده، وهحط كل الكمية بتاعتي. وهبدأ دلوقتي معاكم في تحضير جناش الشوكولاتة. انا دلوقتي معايا كوباية هنا من الشوكولاتة، اي شوكولاتة متوفرة عندك، شوكولاتة كادبري، شوكولاتة مطبخ، اي شوكولاتة عندك.
هنا معايا كوباية الشوكولاتة بتاخد كوباية من الكريمة، كوباية من الكريمة السخنة. لو ما عنديش بقى كريمة، كوباية من الحليب الساخن وعليها معلقتين قشطة. ما عنديش قشطة، كوباية من الحليب الساخن وعليها معلقتين زبدة، وهنزل بيها على الشوكولاتة بالشكل ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهسيبها بقى مدة دقيقتين لحد ما الشوكولاتة تسيح في قلب الكريمة، لحد بقى ما الشوكولاتة تسيح في قلب الكريمة السخنة بالشكل ده. هسيبها دقيقتين وهنزل بموس الاوريو في الكوبايات، وهنزل هنا في الكوبايات بموس الاوريو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونزلت هنا بكل الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ اسويه كده بالمعلقة بالشكل ده. ومعايا هنا بقى جناش الشوكولاتة بعد ما ساحت في الكريمة السخنة بالشكل الرهيب اللي انتوا شايفينه ده، وبقى ده لونها. هنزل فيها في اكواب الاوريو بالشكل ده، ونزلت هنا بقى بجناش الشوكولاتة على كل الاكواب بالشكل ده. وهبدأ ازينها بقى بكام واحدة اوريو كانوا متبقين معايا بالشكل ده. دلوقتي معايا شكل اكواب موس الاوريو النهائي بعد ما سبتها ترتاح في التلاجة حوالي 10 دقايق. شايفين قد ايه شكلها جميل؟ وكمان بقى والله العظيم طعمها رهيب، حاجة كده تجنن بجد، من ألذ واجمل الحلويات اللي ممكن تاكليها في حياتك. حاجة كده تحفة بصراحة، سهلة جدا وجميلة قوي، حرفيا ما خدتش مني اكتر من 10 دقايق، وبجد طعمها رهيب. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.